التفاصيل الكاملة وآخر المستجدات في قضية الشاب مرسال عيدروز. وقبل ما نبدأ، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الصورة الذي أمامكم الآن هي للشاب مرسال عيدروز، شاب عمره 19 سنة. القصة بدأت في محافظة تعز لما حصل خلاف بسيط بين طفلين في الحارة. مرسال بنية طيبة قام بفض النزاع، لكن بشكل غير متوقع أحد الأطفال راح يشتكي لأبوه، وفجأة جاء والد الطفل ومعه عصابة. الوالد قام بلطم مرسال ووجه سلاحه مباشرة نحوه، ومرسال بدأ يترجاه بكلمات مؤثرة: يا عم، لا تقتلناش. لكن للأسف هذا الشخص كان مجرد من الرحمة، وأطلق عليه النار بدم بارد أرداه قتيلا. والجهات الأمنية بدأت حملة للبحث عن الجاني والعصابة الذي كانت معه. وفي تعز خرجت وقفات احتجاجية تطالب بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ونحن من هنا نرفع صوتنا ونقول: لازم العدالة تتحقق، وإن شاء الله يتم القبض على القاتل وكل من شارك معه، ويتم إنزال أقصى العقوبات بحق.